اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده كنا بنصور لقاءات ومهمه جدا لاكاديميه روني واكاديميه سامبا النهارده، وحاجه ممتازه جدا. بنشوف قطاع الناشئين وهو بيتفرخ النهارده، واحد مسؤول قطاع الناشئين واحد من اهم اللاعبين على خط البحر الصغير والمنصوره، ابن الونجيل الكابتن عبده ناصر. برحب بك يا كابتن النهارده في لقائنا اليوم. حبيبي يا كابتن بيبو، اولا انا مبسوط جدا ان انتم موجودين معانا النهارده في ضيافه اكاديميه سامبا. اليوم النهارده كان معمول دوره داخليه للاكاديميه، بصراحه اكاديميه على اعلى مستوى جدا، من انظف واحسن الاكاديميات اللي شفتها في المنصوره. ماسكها متخصص محترف مدرب كبير ذو دراسه، خريج كليه التربيه الرياضيه الكابتن عبد الرحمن اسامه، اخويا وحبيبي. طبعا خريج تربيه رياضيه زي ما احنا قلنا، وحاصل على دورات تدريبيه من على اعلى مستوى من الجامعه الامريكيه. وكان ليا الشرف ان انا كنت موجود معاه في الدورات ديت. ما شاء الله تنظيم النهارده على اعلى مستوى في الاكاديميه. طبعا هو الاكاديميه بتاعته في ملعب جديده زي ما انت شايف. كان يوم محترم جدا ويوم جميل جدا، الحمد لله ان هو طلع بشكل كويس بشكل محترم. كنت حابب اقول كلمه بس للكابتن عبد الرحمن اسامه، ما شاء الله عامل شغل محترم جدا في ملعب جديده. تنظيم، عامل منظومه محترمه جدا، مطلع لعيبه كويسه وعلى اعلى مستوى. مبسوط جدا النهارده ان انا موجود في يوم تكريمي زي ده في الاكاديميه. اكاديميه على اعلى مستوى. ان شاء الله الفتره الجايه انا بوعدكم هيطلع من تحت ايده لعيبه كبيره جدا ولاعيبه مميزه جدا. انا على طول متواجد معاه وعارف ان في عنده لعيبه كويسه، بيشتغل بضمير معاهم، بيتعب معاهم. وبتمنى له كل خير ان شاء الله، ربنا يكرمه في الفتره اللي جايه ونشوف من تحت ايده لعيبه كبيره جدا تكون ان شاء الله في اكبر الانديه في المنصوره والدائريه ان شاء الله يعني. باذن الله. الكابتن عبده النهارده انت شفت مباراه اليوم بين روني وسامبا النهارده، رايك ايه عن الفرقتين النهارده في الاعمار السنيه المختلفه اللي احنا شفناها النهارده؟ رايك ايه؟ وبالذات لما يكون انت لسه بتتفرج، انت بتاسس النشء على اللمسه والباصه والشوطه كل الحاجات دي انت عارفها طبعا، وانت نجم وشفت الكلام ده. بتقول ايه النهارده لمباريات اليوم اللي انت شفتها النهارده؟ والله المباريات اللي انا شفتها النهارده مباريات طبعا كبيره جدا، وطبعا كل اللعيبه، معظم اللعيبه حتى اكاديميه روني، كل اللعيبه اللي في اكاديميه روني طالعين من تحت ايد الكابتن عبد الرحمن اسامه. زي ما انت حضرتك عارف ان الكابتن عبد الرحمن اسامه من اهم المدربين اللي موجودين معاه في اكاديميه الخاصه اللي انا بعتمد عليهم. مدرب كبير طبعا ما فيش اختلاف عليه، طالع من تحت ايده لعيبه كويسه جدا. لو انت شفت عندي لعيب كويس النهارده وانت حسيت انه لعيب كويس، ده طبعا طالع من تحت ايد الكابتن عبد الرحمن اسامه، تعب معاهم. وطبعا اي حد هيتمرن مع الكابتن عبد الرحمن اسامه هتشوفه لعيب كويس، لانه بيراعي ضميره في شغله، وربنا يكرمه في الفتره الجايه ان شاء الله. بتوعد بايه الناشئين ان شاء الله اللي بيتدربوا تحت ايدك وتحت ايد الاكاديميه ان شاء الله؟ احنا عاوزين نشوف في المستقبل لعيبه تلعب في الانديه ان شاء الله، ويكونوا يعني خير ممثل لاكاديميه روني ان شاء الله اللي انت مسؤول عنها. ايه اللي انت بتخطط في المستقبل؟ هتعمل ايه والخطه المستقبليه باذن الله تعالى؟ ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله في قطاع ناشئين كبير هيتعمل ان شاء الله، يكون تحت رعايتي انا والكابتن عبد الرحمن اسامه ان شاء الله. ده اللي احنا بنفكر فيه الفتره الجايه. طبعا كان في مشروع كويس بيني وبين الكابتن عبد الرحمن اسامه نعمله، بنلم العناصر المميزه في اكاديميه سامبا. طبعا عنده عناصر مميزه ولاعيبه كبيره جدا، هيبقى ان شاء الله هتشوفوها لعيبه كويسه جدا وهتشوفوها في انديه كبيره، خصوصا ان هم اعمار سنيه صغيره، مواليد 2009 2010 2011. اللعيبه المميزه اللي عنده كلها ان شاء الله بنجمعها على اللعيبه المميزه اللي عندي في نفس الاعمار السنيه. ان شاء الله هنخش في قطاع كويس وهتشوفوا لعيبه كويسه ان شاء الله من تحت ايد الكابتن عبد الرحمن اسامه، وانا ان شاء الله معاكم باذن الله. اكاديميه روني فرخت حد شفناه في انديه كابتن، درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه؟ الحمد لله السنه دي الحمد لله كان من حظنا ان شاء الله ان احنا سجلنا لاعب في نادي الزمالك، وعندنا اسمه ايه يا كابتن؟ رضا محمد، مضى في نادي الزمالك. هو كان طبعا مسجل في نادي الحوار، وربنا كرم واشتغلنا معاه لحد ما ان شاء الله الحمد لله يعني ان هو مضى في الزمالك. عندنا اللاعب محمد زيزو فيوتشر 2007. عندنا ادم برضو 2007 في الاهلي. وان شاء الله الفتره الجايه دي كلها في لعيبه كتير، قطاع ناشئين المنصوره، الحوار، الجزيره، ربنا يكرم ان شاء الله. مين الفلته يا كابتن اللي انت شايفه ان هو اتخرج واسسته صح ورمشه في سكته سليم وسمع الكلام وانضبط سلوكيا وغذائيا؟ اللاعب مازن هيثم علي ضاحي في تطور كبير، ماشي بخطى ثابته، هداف فرقته دلوقتي، من احسن اللعيبه الموجوده في فرقته. وانا ان شاء الله الفتره الجايه في انديه كويسه كبيره مستنياه باذن الله، وربنا يكرم باذن الله. وفي نهايه اللقاء بنشكر الكابتن عبده ناصر المحترم على ان هو اتاح لنا فرصه ان احنا نتحاور معاه ان شاء الله. الف شكر يا كابتن على هذا الحوار. شرفتونا يا كابتن، وان شاء الله احنا بنتشرف بكم في كل مكان. الف شكر يا كابتن، الف شكر. شكرا.